السلام عليكم. الفيديو ده انا هتكلم فيه بالانابه عن ناس كتيره جدا نفسها تقول الكلام اللي انا هقوله ده، بس مش كل الناس بتطلع على السوشيال ميديا ومش كل الناس بتعمل فيديوهات. المشكله في الاسعار في مصر، اسعار كل حاجه. بقى هبدا اتكلم على اسعار السجاير. انت مع الناس اللي بتشرب سجاير او مش معاهم او ضدهم او بتأيدهم، ده موضوع بره اللي انا هتكلم فيه تماما. عايز اقول لك تقريبا 20 او 30 مليون من الشعب المصري مدخنين، فالموضوع يهم فئه كبيره من المجتمع. اسعار السجاير في مصر كل يوم بسعر مختلف. انت بتروح تشتري علبه السجاير النهارده ب 60، النهارده ب 70، لا بقت ب 75، لا نزل التاني بقت ب 40. فكل تاجر بيبيع بالطريقه اللي تناسبه او بالسعر اللي هو عايز يكسبه. يعني انا النهارده كتاجر عايز اطلع النهارده اكسب 100 جنيه فهكسبها، انا محدد لنفسي عايز اكسب 500 النهارده فبكسبها. ليه الكلام ده بيحصل؟ مش عارف ليه مفيش رقابه من المحليات على الناس التجار. مش اسعار السجاير بس، اسعار كل حاجه بقى، اسعار الخبز، العيش في مصر كل واحد بيعمل فاتح معاه رخصه فرن بيعمل زي ما هو عايز، بيعمل رغيف كبير شويه، بيعمله صغير شويه، بيعمله 70 جرام، بيعمله 90 جرام، بيعمله 50 جرام. كل واحد بيعمل بالطريقه اللي تناسبه، اللي هو شايف ان هو كده عامل الصح. يعني مفيش رقابه على اي حد او اي جهه في مصر بتدور تعمل رقابه للناس دي. عايز اقول لك في اسعار التومين، المواد الغذائيه، اسعار الخضار، اسعار البصل، اسعار كل حاجه في مصر. كل واحد تاجر بيبيع في مكان بيبيع زي ما هو عايز. وده طبعا مش دوري انا كمواطن اللي انا اروح لكل تاجر اعمل معاه مشكله، وانت ليه بتبيع كده، وانت ليه بتبيع رخيص، وانت ليه بتبيع غالي. فمش كل واحد هيتاجر في حاجه انا اروح اعمل معاه مشكله. لازم يكون في ناس مسؤوله عن الكلام ده. المحليات ووزاره التموين ليه ما بتلفش؟ انا ما عنديش معلومه. يا ريت حد يطلع يرد علينا يقول لنا انتوا ايه اللي خليكم مش عايزين تلفوا وتعملوا شغلكم، رغم ان انتوا عايزين تعملوا شغلكم بجد، بتدوروا وبتعملوا اللي انتوا عايزينه، وبتلفوا على اماكن اللي انتوا عايزين تلفوا عليها، وبتقفلوا محلات ناس وبتدوها مخالفات اللي انتوا عايزين تدوها مخالفات. انما في الوقت الحالي وفي الفتره اللي احنا فيها، الناس في مصر او الشعب في مصر بيعاني من كل حاجه. يعني عايز اقول لك الشعب المصري مدخن او غير مدخن او مواطن عادي بيعاني في كل حاجه بيشتريها، ان كل تاجر بيبيعه بالطريقه اللي تناسبه، ومحدش بيساله، ومحدش بيلف عليه، ومحدش بيقول له انت بتعمل كده ليه، ومحدش بيسال عن حاجه. لو وزاره التموين عايزه توصل حاجه للشعب المصري اللي احنا بنديك رساله لحاجه ثانيه، ده احنا مش عايزينه، احنا مش مع ده. احنا كشعب مصري يهمنا اللي احنا نعيش، الشعب المصري اللي هو يعيش. انما انتوا في دماغكم حاجه كوزاره تموين ان انتوا بتوصلوا رساله للناس ان انتوا عايزين توقعوا البلد، ان انتوا ليكم هدف معين عايزين توصلوا له. احنا كشعب المصري مش هيعود علينا بحاجه. مين اللي قاعد مين اللي ماشي احنا مش هيفرق معانا في حاجه. اللي هيمسك مين، هيكون رئيس القادم مين، ده احنا مش هيعود علينا بشيء. احنا اللي يهمنا اللي احنا نعيش على قدر المستطاع، الشعب المصري اللي هو يعيش بس. انما اللي انتوا بتعملوه في الناس ده والمهاترات اللي بتحصل في السوق المصري وفي الشارع المصري، ده حاجه ما ترضيش ربنا. ده بتعاني من اللي بيحصل. انت بتروح تشتري حاجه انت مش عارف تشتريها بكام، او تشتريها من عند التاجر ده، تاجر جنب تاجر، كل واحد بيبيع السعر اللي يناسبه، كل واحد بيبيع بالطريقه اللي تناسبه، كل واحد بيبيع بالحاجه اللي هو عايز يكسبها. يعني هو عايز يكسب في علبه السجاير 20 جنيه بيكسبها، عايز يكسب 30 بيكسبها، عايز يكسب 50 بيكسبها. رقابه عليه، وده يرجع لوزاره التموين ووزاره والمحليات، هم المسؤولين عن كده. ليه انتوا ما بتعملوش شغلكم؟ انتوا ناس رواتبكم من الدوله ومن جيبي انا كمواطن ومن جيب كل المواطنين. انت لما بينزل لك راتب اخر الشهر، ده الراتب ده مني ومن غيره ومن كل مواطن ومن كل واحد من الشعب المصري. فانتوا ليه ما بتعملوش شغلكم؟ ليه مش شايفين شغلكم صح؟ انا نفسي اشوف انا من محافظه المنيا، انا نفسي اشوف محافظ المنيا، انا نفسي اشوفه بيلف في المراكز وبيشوف شغله. عند رئيس مجلس المدينه في المدينه اللي انا عندي، انا نفسي اشوفك بتلف في مكان وتشوف شغلك كويس، والناس اللي عندك تشوف شغلها كويس. ليه انتوا ما بتلفوش؟ عايزين توصلوا رساله للشعب المصري، احنا مش عايزين توصل لنا الرساله، احنا عايزين نعيش. انما انتوا ليكوا اهداف ثانيه، دي ما يرجعش لنا احنا، دي يرجع لكم انتوا. انتوا عايزين الناس تعمل مشاكل مع بعضها، وكل واحد ما يروح عند تاجر يعمل معاه مشكله. ده مش دوري انا كمواطن ان انا اعمل مشاكل مع التجار واقول لهم انتوا بتبيعوا بالاسعار دي ليه. ده شغلكم انتوا، وانتوا عارفين ان لما بتكونوا عايزين تلفوا وتعملوا شغلكم بتعملوه كويس، ولما بيكون لكم اهداف ثانيه بتسيبوا الدنيا كده وتسيبوا الناس تعاني. اتمنى تبصوا للناس بطريقه احسن من كده وتشوفوا شغلكم كويس، وبعد كده كل حاجه بتاعت ربنا. مين هيكون رئيس قادم ده مش بتاعتنا، احنا مش هتفرق معانا ومش هيفيدنا في شيء. مين اللي هيكون رئيس قادم ده مش هيفيدنا في حاجه. اتمنى تشوفوا شغلكم وتحاولوا رقابه شويه على الاسعار، عشان بجد الناس تعبت وما عندهاش وقت تاني تستحمل. وده هيرجع ليه اسباب كتيره تانيه، وهيوصل الناس لمرحله مش هتكون كويسه. وبعد كده هنرجع نقول تاني الشعب همجي والشعب مش مستحمل. الشعب استحمل كتير، ما بقاش عنده الطاقه تاني ان يستحمل اكتر من كده. نتمنى من الناس المسؤولين ان تشوفوا شغلكم كويس وتراعوا ربنا في الناس في الشارع. السلام عليكم، اشوفكم على خير.